انت عارف انا بصور دلوقتي فين؟ والله يعني انا بصور في الحمام. اه والله. انا بصور في الحمام لان اداء النادي الاهلي هو الحمام. عارف انت مسرحيه عادل امام لما دخل اتصل مايك ودخل الحمام. والله انا بضحك انا مخنوق ورب الكعبه وعايز اشتم جماعه الشتايم اللي في الاجنبي انجليزي وفرنساوي اشد السفون والله. اقول لك ايه يعني؟ هذا هو اداء النادي الاهلي. اداء النادي الاهلي النهارده تعمل كيكي وبتبي. حمونا الله يهديكم يا جدع. الله يهديكم في الحمام برضه يا جماعه. ده طبعا يعني برضه يعني اللي هو المحلل الرياضي في قناه اون سبورت سيف زاهر طبعا. وقعد استنى اي حد يتكلم لقيته بيتكلم بيقول لك ما تحاسبوش سيد عبد الحفيظ ولا محمود الخطيب ولا حتى المدرب يستروب. ماشي نفتح النور احسن انا اسف اهو. ماشي وحاسبوا اللعيبه ولازم خصومات كبيره جدا من وليد صلاح الدين ومن اداره النادي الاهلي عشان اللعيبه هذه لا تؤدي اي منكش من الكوره. فطبعا انا لو انا مش طالع بث مباشر طبعا انا قلت ادبي يعني في البث المباشر وخرجت عن شعوري طبعا. فطبعا يعني كنت عايز اسحب واحده اسكندراني لسيف زاهر وما تسمعوش لسيف زاهر يا جماعه عشان ما بيحبش النادي الاهلي وملوش علاقه بتحليل الكوره وما بيعرفش حاجه على الكوره وبطيخه. واسمعوا للجمهور اسمعوا لمحمد كرم محمد شبرون. وعايز تتاكد من كلامي لسه ما سمعتش اي حد الحمد لله اتفرج عليا في كل البث المباشر وكل بنزل لك على القناه بتاعت محمد كرم. هسيب لك اسفل الفيديو يعني الرابط بتاعها وانا بطلع بس مباشر بتكلم الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. في الشوط الاولاني لما خلص 1-1 للنادي الاهلي انا اتكلمت في البث المباشر واتكلمت كل الكلام اللي عماد متعب لخصه ما بين الشوطين. بس كده. فيعني انا نسيت بس انا اقول لك النهارده ان ياسر روب عامل ايه في المباراه. خليك هنا معايا نحط بس اللي بتاع كده اهو عشان هشرح لك ياسر روب عامل ايه في المباراه النهارده عشان احنا نقعد نحلل وده وحش واحسن واحد في المباراه. فالنهارده ياسر روب ادي الكراسه في التدريب النادي الاهلي. هات كده مثلا ايه قلم إيه يعني اللي يجي في ايدينا ده اسود ماشي حلو اسود. دي مثلا ده ملعب النادي الاهلي اهو شايف كويس. هنا ده خط ايه خط ايه الخط اهو بتاع السنتر ودي الدايره هي بتاعت السنتر. هذه الكره تتحط هذه هنا يعني هنا بيقول لهم ايه يا جماعه الكره بتتحط هنا. عارفين الكره بتتحط فين؟ هنا يا استاذ ماشي. هنا حراسه المرمى وهنا حراسه المرمى. لو نختار هنا مثلا ايه الشناوي اهو واقف اهو والحمد لله النهارده الشناوي كان ايه كان في ايدين يعني لولا الشناوي النهارده كنا اتخزوقنا 3-4 ولا حاجه. ماشي ده شايل الكوره ما تشالش. وهنا الحارس بتاع طلائع الجيش اللي انا مش عارف اسمه ماشي مش لازم يعني ماشي حاجه مش هتفيدني يعني. هنا في لعيبه هنا مثلا بيتحط هنا 4 لعيبه هم هو بيشرح لهم كده هنا 4 لعيبه 4 عفاريت هم. 4 لعيبه اهو الباكين وقلبين الدفاع هم وقدامهم طبعا ايه يعني خط النص اهو ماشي 3 لعيبه وبرضه ايه يعني 3 لعيبه هم برضه يعني هنا ايه صح كده 3 لعيبه ايه ده 2 4 6 7 8 9 إيه هنا ايه فين هنا ماشي 2 قدام يعني ايه مروان عطيه ومروان عطيه ومين وامام عاشور واليو جانج وبعد كده بن شرقي واوتاكا مثلا ومن تاني وزيزو اي منكش يعني انا بقى ماشي ادي ايه ادي اهو ادي اللعب. وهنا برضو نفس الكلام. طيب دلوقتي بيقول لهم انتوا هتلعبوا الكوره انتوا هتعملوا ايه معلش انا جالي زهايمر بس عشان متضايق والله العظيم فتلاقيني ايه بخرف شويه بس يعني بس انا بشرح لك ياسر بيعمل ايه يعني ماشي. الوقت اللي بيحصل الوقت احنا هنهاجم ماشي. طيب طبعا احنا دخل فينا جون في الدقيقه الرابعه ماشي بتاع محمد عاطف اعطفوا طبعا خطا من مروان عطيه والهري ده كله ومن دافع النادي الاهلي ما علينا يعني. طبعا الجول الثاني مليطه بقى بتاع برضه خالد مش عارف اسمه خالد ايه. المهم فاحنا نعمل ايه هنا الفكره العامه اللي احنا كل 5 دقائق او كل 10 دقائق كل 8 دقائق 7 دقائق كده يعني ماشي. هنعمل ايه هنا مثلا ايه في الجناح اللي اهدى بس اهدى الجناح الشمال هنا وهنا الجناح اليمين. معلش انا متضايق شويه بس معلش انا متضايق شويه. فانا مثلا ايه هنا كجناح شمال ده الجناح اليمين ماشي. هنا الجناح اليمين مين هنا إيه كان بيبتدي من الجناح اليمين كان بيلعب مين هنا بن شرقي ماشي وهنا زي تريزيجيه. فهنعمل ايه هي دي الخطه بتاعت ايه يسترو. كل
كل 7 دقائق 6 دقائق 5 دقائق حسب لما بيقول لهم كده ايه غمزه في جون اسمها ايه غمزه، والله في جون اسمها غمزه مش فاكر حسين الجسمي مش فاكر يعني. هنعمل ايه؟ هنبدل، بس لازم تخدع المدافعين بتوعك. هنبدل ازاي؟ هنبدل كده اهو كده اهو ماشي بس كده ماشي. طيب بعد ما نجحتش الخطه او جبنا مثلا جون او مش عارف ايه، طبعا احنا جبنا خطه لما بن شرقي راح هنا جبنا جون، كانت الجمله الوحيده اللي عملها الاهلي صح، وعماد متعب بيتكلم فيها في بين الشوطين. طب الخطه اللي بعد كده لما دخل مثلا ايه دخل في النادي الاهلي جون، او في بقيه الشوط اللي بعد ما جبنا الجون يعني كانت يعني طبعا جون ياسر ابراهيم، وكان قبلها هادي رياض والهري ده وما تحسبش يعني هو اساسا يتحسب هادي رياض يعني. طب هنعمل ايه؟ كل 5 دقائق 6 دقائق يعني هنا يبقى تريزيجيه بدل ما هنا تريزيجيه يبقى هنا تريزيجيه وهنا بن شرقي بدله اهو. طب بعد 6 دقايق هنعمل ايه؟ هنبدل هيبقى ايه؟ هيبدل بقى بن شرقي يروح هنا وتريزيجيه يروح هنا، بس مش كده، مش هنمشي في نفس الخط ده عشان نخدع العدو. هنمشي كده اهو من تحت كده اهو، هنا خدعنا العدو عملنا عينين اهو يبقى انت. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ولا هنمشي كده ولا هنمشي كده. المره الجايه بقى ما نجحتش الخطه هنمشي كده اهو، هنتقابل كده اهو ونسلم على بعض هنا في الحته دي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا حاجه جديده. طيب المره الجايه ايه؟ بدل ما نمشي كده وكده وكده هناخدها من فوق كده اهو لغايه عند الشنو كده اهو، ونمشي كده عشان نعمل ايه؟ خداعا للعدو. ونفس الكلام المره اللي بعدها يبقى ايه؟ نفس الكلام، بس ما فيش مسافه للكره. فواخد انت بالك؟ واخدين بالك يا جماعه؟ انت سكران يا استروب، هو ده اللي بيعمله بالظبط يا استروب. طيب ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد؟ هعمل حاجه جديده، في الشوط الاولاني والشوط الثاني ما تفهمش، بالذات الشوط الاولاني ما تفهمش مين اساسا بيلعب راس حربه، هل هو تريزيجيه ولا بن شرقي ولا امام، وما تفهمش اساسا مين بيلعب اساسا يعني كجناح يمين، هل هو عثمان اوتاكا ولا بن شرقي ولا تريزيجيه ولا امي المصريين الله يصلح حالهم كلهم. انا اسف عشان بس متضايق شويه. انا عايز يعني انا ربنا هداني، فاهم انت؟ والله العظيم يعني ربنا هداني، والله انا بصلي الحمد لله يعني، بس انا ربنا انا كنت وحش يعني ما كنتش انسان صالح قوي يعني، بس يعني مش وحش قوي يعني، ما عملتش ذنوب ومعاصي كبيره يعني، بس يعني كنت بقصر في الصلاه وكده يعني، لغايه لما ربنا هداني الحمد لله ما دخلنا جيش يعني، فاهم انت؟ وبرضه يعني ربنا هداني ومشيت في سكه غلط يعني، مشيت في التدين المتشدد لغايه لما ربنا هدانا، وكنت يعني كنت هتهبل يعني ايه ايام الاخوان والحاجات دي كلها، والشيوخ اللي كنت بسمعها وجد غنيم وحازم شومان اللي هم قتلانا في الجنه وقتلان في النار وعايزين يشدوك للاخوان وتجاهد في سبيل الله وفي داعش، فربنا هدانا الحمد لله للطريق الصعب. بعدين بقى نسمع مصطفى حسني ومعز مسعود والحاجات دي كلها، فاحنا ربنا هدانا يعني، احنا فشخنا في الحياه، فاحنا عايزين نتفرج على الاهلي يفرحنا ماشي، مش الاهلي ينكتنا ويخلينا نخسر الصيام بتاعنا وقراءه القران والذكر والحاجات اللي احنا بنعملها. لا اله الا الله، لا اله الا ربنا يسامحنا بس وما يدخلناش النار بسبب الكوره دي او الاهلي ده. طيب طلع الجيش بيلعب احسن مننا طبعا لما دخل فينا الجون، فدلوقتي كل اللعيبه هو بس اللي واقف هنا الشناوي بس، لكن كل اللعيبه واقفه هنا. هل بنقدم كوره؟ هل بنبص كوره عدله؟ لا، احنا ما حد بيجي يشوط اساسا، مثلا امام بيشوط تلاقي في السماء، طب امام بيشوط تخبط في يعني هو شاط شوطه جت في بيوض، رشقت في بيوض اللعيبه، فيعني كويس اللي هو ما انفجروش. فلعيبه النادي الاهلي احنا عندنا 2 بقوا 3، واحد كاتب لي في التعليقات في البث المباشر قال لي يا عم يبقوا 3 احسن من يبقوا واحده كده تبقى غلط، تبقى ضرر للانسان، لكن 3 يبقى في واحده ستيم. قاعدين نقلش على بعض والله العظيم يا جدع، ارحموا ميتين ابونا يا جماعه. لا تقول لي بقى مين نجم المباراه ومش نجم المباراه، مفيش حد نجم المباراه، هو اساسا اللي يتحاسب في الموضوع دوت ان انت تمشي على طول يستروب يمشي زي بالظبط المدرب مين. والله يا ابني انا كاتب كل المدربين بتوع النادي الاهلي من اول هولمان كان المدرب ده كان حلو والله، اصلا من مواليد 85 يعني، والله العظيم يعني. بص يا ابني طبعا هولمان ومانويل البوزيه وكده يعني خلي بالك، بس احنا عندنا ايه يعني شويه مدربين هوب اللي مسكوا لنا النادي الاهلي. لا خلي بالك مارتن يول ده كان مدرب مش وحش، كان ابو بكرش ده بس كنا ضربنا من الزمالك 3-1 والحاجات دي كلها، بس كان بيلعب كوره احسن من الحمار اللي مسكنا ده، والله كان بيقدم كوره احسن من كده ماشي. لكن احنا مسكنا مدرب يعني انا عايز اقول لك اللي مثلا طبعا لاسارت دوت من الناس اللي معتيه ماشي، بس لاسارت ده احسن من المدرب ده والله العظيم. عندك في مدرب بقى ايه يعني كان بيخلينا نسيب بالدين، الله يسامحني يعني، رب يسامحني انا بهزر بس يعني، بس انا بقول لك يعني الشعور بتاع المصريين لو واحد ما بيصليش او بيقرا قران او يعني فاهم القران وبيخاف من ربنا وكده يعني وعايز يخش الجنه، فكان مسكنا مدرب كان بيخلينا يعني
يعني كانت ساعات امي كانت هتقوم تضربني يعني، فاهم انت؟ انا عندي 40 سنه، فامي ساعات لو هي قاعده معايا دلوقتي هتقوم تضربني والله العظيم. انا بقول لك والله العظيم ليه؟ لان امي بتصلي وعارفه ربنا والحاجات دي كلها، فما بتحبش الكلمه الوحشه والحاجات دي كلها. طبعا كل امهات المصريين كده. و يعني حتى انا بدات اشتم الشيطان، اقول ينعل ابو ام الشيطان، ينعل ابو ام الشيطان على حتى وانا بشتم الشيطان عايزه تقوم تضربني، وانت تشتم ليه؟ ما تستعيذ بالله وراك، فاهم انت يعني؟ ما اتفرجش انا على كوره يعني، حتى بقفل على نفسي بالمفتاح وكده يعني. وحوار كبير قوي في الاوضه، وبدخل نفسي في الاوضه وعامل نفسي ايه. طب انت الاهلي بقى، وعشان الاهلي ده حبيبي، بص انت هتلاقي ايه، الاهلي اهو، بص والتلفزيون اهو والكمبيوتر اهو، والله بص 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 اه والله. فمظبط نفسي انا التظبيطه جامده يعني الحمد لله، عشان اتفرج مع نفسي مع النادي الاهلي، عشان انا بحب النادي الاهلي. لان طبعا احنا حياتنا كلها ايه، خراب ودمار والحاجات دي كلها، فانت عايز تتفرج على حاجه تفرحك. فدلوقتي حياتك خراب ودمار وكل حاجه، وفي ناس كده مؤذيه مطلعه ميتين امك الله ينعلهم، قادر يا كريم يا رب. فانت عايز تضحك يعني، عايز تتفرج على النادي الاهلي تفرح والحاجات دي كلها، فالاهلي كمان بيعكن عليك يعني. هي خربانه خربانه، يمين شمال فوق تحت، خربانه خربانه. فكان ماسكنا مدرب اسمه ريكاردو سواريش البرتغالي. فنفس الكلام، كنا ضربنا من الزمالك كده 2-1، كانت في مباراه كاس باين حاجه زي كده يعني. فضربنا، مش فاكر حتى مين اللي جاب الجول بتاع الاهلي ومين جاب جول الزمالك، مش فاكر يعني، مش فاكر والله العظيم. فجاء في المؤتمر الصحفي، طبعا احنا خرجنا عن شعورنا، عمل كده اهو، وراح عامل ازاي كده اهو، كانت الصحفيين بيكلموه. انا قلت الخطيب كده عشان بس اعمل لك الاكشن بتاعها بالظبط يعني، عشان تبقى من الظبط دي. هو كده قلت الخطيب هناخد كل البطولات الموسم اللي جاي. راح الخطيب راح جاي حاطط قله في صاروخ في القله بتاعته بالظبط، راح راشقها بالظبط على الايه، على القله بتاعته بالظبط في النص يعني. راح ايه، راح عارف انت توم جيري لما بيحط الفار، لما بيحط في الصاروخ كده بين رجليه كده وبعدين يقوم مولع كده الصاروخ، يقوم بس ده اللي بيحصل بالظبط يعني. وراح جايب لنا بقى ايه، راح جايب لنا المدرب مارسيل كولر. كان بدايته كويسه والحاجات دي كلها، بعد كده هرتل، وبعد كده جاء عماد النحاس، وبعد كده جاء خوسيري بيرو. انتوا مساطيل، انتوا مجانين. فاحنا عايزين هاشتاج كده، هو عايزين حسام البدري. انا عايز حسام البدري. حسام البدري يوم ما دخل شخر لهم يا تلعبوا، بص انت بتلعب فين، ده هيظبط الدنيا. هات حسام البدري، هات حسام البدري، هات حسام البدري من الاخر يعني، ماشي، عشان تعرف سيبك من دوري ابطال افريقيا. بس انت لو جبت حسام البدري هيكسب لك الترجي، لكن انا عايز استنى خبر الاقي يعني مشيني السلوب، لسه الخبر ما جاش يا عم. ينعل ابو امك، يقول لك يستروب، يقول لك ايه، نحن في يا جماعه ما تطلعوش ميتين ابونا، مشوا المدرب ده، نحن في حاله بحث عن مهاجم وسلاسل الهجوم مستواهم متقارب. يا جماعه المدرب ده مش حلو، ده موضوع انا هقعد اقرا كل ده، فاهم انت؟ يا جماعه المدرب ده باشمهندس حسام البدري. طيب في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها، ثانيه واحده. انا في الظروف اللي احنا فيها والنادي الاهلي بيمر فيه، كنت بتفرج على فيلم اسمه والله العظيم انا بحب اتفرج عليه يعني ساعات يعني. فيلم اسمه طير انت، بتاع احمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم وكده يعني، وبعض الممثلين كده والحاجات دي كلها. فانا كنت بتفرج عليه من بالظبط امبارح، والله كنت بتفرج عليه امبارح وانا قاعد اشتغل امبارح، فقلت اتفرج عليه. فالمهم احنا في الوضع ده عايزين نعمل كده عشان نفوق من الغيبوبه اللي احنا فيها دي. بس احنا عملنا كده هنفوق مثلا، مش هنفوق، لان احنا عايشين في الواقع، مش عايشين في جو ماجد الكدواني وطير انت ويبقى مهند تاني، عرفت من يقطع النديه علشان تطولوا معاه كل كده، فهمت قصدي؟ ويعمل فيها مره واحد ممثل والهري اللي هو حصل ده وفي الاخر خلاص عمل واحد هندي، وطلعت في الاخر اخته وقال لك نقامه بهلها اصل دي اختك، وترك وراح ترك وعايز يبوسها بقى والحاجات دي، طلعت اخته بقى. فراح قال لك ايه، الخيار يوم في ايدك ويوم في ايه كده، لازم تعمل. فاحنا عايزين نعمل كده، واحنا شكلنا بناخد الخياره في القله يعني. عندنا امام عاشور، عندنا زيزو، عندنا تريزيجيه، عندنا بن شرقي، عندنا بن رمضان، عندنا مروان، عندنا اوليو ديانج، عندنا كل اللعيبه ديت، وفي الاخر عايزين نعمل كده بالظبط.
النادي الاهلي هيهبلنا، النادي الاهلي خلينا مش نعمل كده، النادي الاهلي خلينا عندنا تخلف عقلي. الزمالك في المركز الاول، بيراميدز في الثاني، الاهلي اتغلب النهارده مش نعمل كده، لا. انت عاجبك النادي الاهلي؟ عاجبك اللي بيحصل؟ عاجبك المدرب؟ والجمهور بقى كلكم بقى، والجمهور بقى، الجمهور ده حكايه ثانيه، الجمهور ده حكايه ثانيه، قاعد يشجع 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 يشجع. فراح جاي الجمهور فاق بقى ايه؟ ايه ده؟ هما بقى في حد بقى في الجمهور وهو قاعد قاعدين يقول ايه؟ تالتة شمال والاناشيد بتاعتهم دي بقى. فاهم انت؟ شايف ده بين ال 90 يعني، فاهم انت؟ في الحروق بقى لسه لما حسب 6 دقايق قاعد بقى يشتم اللعيبه وقاعد يهرتل في اللعيبه. ففي لعيب بقى في واحد في الجمهور راح قاعد كده اهو، فراح باصص لهم كده اهو، ايه اللي بيحصل؟ راح كده اهو، زي مثلا ايه لما جه احمد مكي ودنيا سمير غانم متبيبه، كان عامل دور اللي هو ايه، حسن شحاته وميدو، ايه في ايه؟ انت كل مره كل مره، فاهم انت؟ وبعد كده يا حسام راح ايه وبعدين ايه راح منزل عمرو زكي، فعمرو زكي ده هيتعادل دول، ده هيعمل ده باين هيعملها دول ليه؟ انت وراح عامل العرض، راح داخل جوه، انا مش عارف ايه، وقعد بقى اللي حصل في الفيلم ده زي ما عمل حاجه. وبعدين بص لدنيا سمير غانم، فراح جاله اللي هو الممثل التاني معاه، اللي هو ايه ده، احنا دخلوا فينا جونين في دقيقه باين. فقال لها عذرا يا بنت، دي مصر، دي مصر يا بنتي. راح بقى المركز الجدول عشان يخش في المرحله اللي بعدها. اقول لك ايه يعني، احنا اعصابنا تعبت ورب الكعبه، والله العظيم اعصابنا تعبت من المدرب المعتوه ده. ده مدرب معتوه يا ابني، والله العظيم ده مدرب معتوه. كنت وانا صغير كنت بتفرج على كابتن ماجد، كابتن ماجد في الاتاري، وهي جايب لي كده اتاري، كنت بلعب كابتن ماجد على طول يعني، كنت بحب كابتن ماجد، كنت بتفرج على الحلقه دي، كان الجون بيخش في اسبوع يعني، وبسام وكابتن ماجد فكان في فريق كده اتنين الاخين توأم كده. فلما كنت انا اجيب الجون بالضربه القاضيه بتاعت كابتن ماجد، ضربه النسر والحاجات دي كلها. انا مواليد 85 يعني، عندي 40 دخل على 41. فكان الاخين التوأمين دول كانوا بيلعبوا جناحات او باكين، مش متذكر، او جناحين بقى، جناحين، ده يبقى جناح يمين وده جناح شمال. فالمهم ايه، لما يخش الكابتن ماجد يجيب جون خط بديله، هنغير المكانين، فيغيروا المكانين، فكابتن ماجد يجيب جون تاني بقى بالشقلباصات بتاعته، خطه بديله، صف نغير المكانين، نروح مغيرين. فكابتن ماجد يعني كنت طبعا انا بجيب اجوان، فانا كنت بحب، هو يعني كنت بحب بقى الاكشن والمنظر بتاع كابتن ماجد وهو بيجيب الجون والشقلباظات ويطير في الجو والحاجات دي كلها، حاجات طبعا ما تتعملش الا في الافلام الهندي. والله العظيم يا جدع، ما لا تخرج ان تقول الا في الافلام الهندي، سبحان الله يعني، حاجات غريبه، حاجات لا ما علينا يعني. فسافروا غير الاتجاهين، هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي، هو ده اللي بيعمله يسترو. ويجي سيف زاهر يقول لك لا تحاسبون هذا المدرب ولا محمود الخطيب ولا سيد عبد الحفيظ، وانما تحاسبون هذه اللعيبه التي لا تلعب بهذا التيشيرت البنفسجي. ما كانوش النهارده لابسين التيشيرت احمر بقى، فخلاص بقى. وعزه وجلاله الله ورب الكعبه، انا اول ما شفت التيشيرت قلت ده النادي الاهلي هيتغلب، مش عارف ليه كده. وبعدين في اللي بيحصل في النادي الاهلي يا جماعه، ده مش سحر اسود ولا اخضر ولا احمر، ده مش سحر خالص، ده الشيطان قاعد في النادي. والله ابليس نفسه قاعد في النادي، ابليس الشيطان، مش عارف في ايه. احنا عايزين نعمل نفسنا ابديت، ما تفهمش في حاجه غلط، الاهلي متزملك، ما اعرفش في ايه، ما اعرفش والله. انا يعني انا كان جنبنا كده واحد، بس هو غير المحل بتاعه بقى ورانا يعني، عند مكان كده اسمه الزريبه، يعني بنجيب له لبن والجبنه والحاجات دي كلها. فالمهم هنا في العصر في الشارع الحربي، فالمهم ايه، كان اسمه فرج، ومعاه واحد اسمه طارق. فرج ده زملكاوي وطارق ده اهلاوي. فكنا قاعدين نحفل عليه، ده احنا جبنا بن شرقي وبلا بلا 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 بلا، ده الكلام ده قبل ما يبتدي الدوري، وهناخد الدوري، وبص فاكر انت بقى نقط واحد باملنا هيبقى 21 نقطه، ده انتوا هتنزلوا المركز، ده انتوا هتلعبوا زي الاسماعيلي وحوارات وبتنجانه والحاجات دي كلها. احنا الدوري هيخلص لسه 6 مباريات. انت مقتنع ان الدوري اهلاوي؟ عدى كده عليه دلوقتي، عدى على اي زملكاوي
لسه في المحل عندنا في ميدان سرور، محل فنون بتاع موبايلات. بروح هناك بقى، لان طبعا انا شغال في الاكسسوار في المخزن، فانا ايه مهتم بالاكسسوار، لان بطلع جمله وشرايح وحاجات دي كلها في الجرابات والازاز وكده، فاهم انت. فالمهم ايه اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هناك في المنطقه فيه زملكاويه كتير، فلما اروح بقى هنا عارف انت بقى ايه، فاهم انت، كانوا مستنيني ايه ده الاهلاوي ده، يحفقوك على طول. وتلاقي بقى ايه الصوت الصوت بقى إيه؟ عارف انت النمله لما يطلع له اسنان، دي كانت في السلام يا صاحبي والله، والنمل طلع له اسنان. قال لك هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، بس مش برجلتنا، بايدينا. ولا شفنا برجلتنا ولا شفنا بايدينا ولا شفنا اي منكش في البلنكش. قاعدين نهيس، قاعدين والله. ماذا يقدم النادي الاهلي هذا الموسم؟ لا نقدم اي شيء من الكوره، ورب الكعبه بص من اخر الدوري لقيته الاسماعيلي في المركز ال 21، وعزة وجلاله الله بيقدم كوره احسن مننا. قبليه باين فاركو، قبليه باين كهرباء الاسماعيليه. والله العظيم الفرق اللعيبه دي بتلعب كوره. والله النهارده طلع الجيش عمل مباراه عالميه. الزمالك بيلعب كوره احسن مننا، بيراميدز بيلعب كوره احسن مننا. كوره يعني انت ما بتقدمش ب 2 جنيه كوره. انت النادي الاهلي العملاق العظيم نراقب افريقيا، ما عادش احنا لاعبين افريقيا ولا حاجه. احنا الناس بتخش علينا، احنا دخل فينا 19 جون مع الرأفه. يقولها بس ساعات مصطفى شوبير ويبقى متألق والشناوي. انت ضايع خالص. ايه الفرق اللي انت بتلعب كاس الرابطه بالشباب، وايه الفرق اللي انت بتلعب الدوري بالكبار؟ فين الجمل، فين اللي بتاع، مش فاهم. هل انتوا مثلا هل مثلا ياسر ده قابض بالزملكاويه اللي هو يقدم هذا اللعب؟ اصل ما فيش ب 2 جنيه كوره. اللعيبه مش عارفه تباصي، اللعيبه مش عارفه تلعب الكوره، اللعيبه مش عارفه تشوط، اللعيبه مش هي اللعيبه. مش دي اللعيبه اللي بتلعب، مش ده امام، مش ده ياسر، مش دي اللعيبه، مش كل دي اللعيبه. يعني مش بقول لك ما فيش حد النهارده راجل مباراه، ما فيش، احنا كله النهارده صفار، والمدرب هو السبب. المدرب هو السبب يا ابني والله العظيم. انا لو قعدت اتكلم معاك يعني 100 ساعه، لان الواحد مخنوق، الواحد متضايق، الواحد دمه محروق. الواحد بيتفرج على النادي الاهلي، لما النادي الاهلي بيكسب نقعد نحفل ونقعد، بيبقى عندنا طاقه ايجابيه ان احنا نشتغل، ننزل تظبط شغل، الحاجات دي كلها. يعني المفروض دلوقتي انزل اشتغل. الكلام ده من ساعه ما خلص الماتش، لو النادي الاهلي كان كسب، والله انا ولا لي نفسي اشتغل ولا نفسي اعمل اي حاجه. فانا مخنوق، انا متضايق، انا في طاقه سلبيه، انا متضايق. خلي بالك انا مش موضوع السوشيال ميديا. انا يا ابني انا بنزل، انا قناه شبروت ده دخلت عليها مش هتلاقي فيها متابعين، يعني كلها كام متابع، يعني 31 متابع، فاهم انت قصدي. التيك توك 77 متابع لسه، قناه حاجات جديده. فانا مش موضوع ربح وحاجات دي كلها، انا بطلع اللي جوايا. فاهم انت الفكره العامه. بس هي بس القناه القديمه اللي فيها باين داخله على 10000 متابع، بس برضه ما بهتمش بالربح والحاجات دي كلها، لان انا شغال في الموبايلات والحاجات دي كلها. انا بطلع اللي جوايا، انا مخنوق يا جماعه. انا لا بطلع ولا موضوع ربح، انا بطلع اللي جوايا. جاي منها رزق، جاي منها رزق، ما جاش منها بيجي لي كام يعني. فاهم انت القناه الثانيه مثلا 5000 جنيه 6000 جنيه 7000، ده بصرفهم في يومين. فاهم انت قصدي، ما بيعملوش حاجه يعني. فانا بطلع اللي جوايا بس وخلاص. انا بتكلم بدل ما اكلم نفسي وانا قاعد، او انا اقعد ازعق لنفسي او الحاجات دي كلها. بكلم مع مثلا في القناه القديم مثلا محمد كرم او محمد شبرون، بكلم مع اوتافيو، بكلم مع كريم، بكلم مع ده، بتكلم مع ده، بتكلم مع ده، بتكلم مع ده. بنقعد نتناقش، نقعد ممكن في حاجه انا مش فاهمها هم يفهموا لي، نقعد نتناقش في البث. بطلع بس مباشر ساعه الماتش 3 ساعات. يا عم تصدق انا بطلع بس مباشر، اقول لك اساسا الصوت اساسا ممكن يجي لك حظ من اليوتيوب، ما بيفرقش معايا، افتح واطلع. المهم انا اطلع اتكلم مع الناس، ولا يفرق معايا تهزر ولا ما تهزرش ولا كذا ولا افتح قناه جديده واطلع. هم اساسا 50 متابع يخليك تطلع بس، وانت بتطلع بس تتكلم مع الناس. لكن والله يا ابني مش موضوع ربح والحاجات دي كلها. احنا الحمد لله شغال في الموبايلات وشغال في بتاع، الحمد لله ربنا بيكرم يعني. فانت ما بتبصش لربح ولا كذا ولا كذا ولا كذا. بس انت الفكره انت متضايق، انت مخنوق، انت دمك محروق عشان النادي الاهلي بيدي لك طاقه سلبيه. فانت بتتكلم مع الناس، بتطلع اللي جواك. انت بتحب النادي. انا مش هعمل الكلام ده الا لما اكون انا بحب النادي. يا ابني بص على الباب اساسا، ولسه في حاجات عايز اعملها، بس النادي الاهلي مش عاطلي. بص كده فوق كده، بص يا ابني، يا ابني الحمد لله بفضل بنحب النادي يا جماعه، بنحب النادي ده. والله عامل على السرير والله العظيم. كنت بقول لك على السرير تلاقي حاطط علم النادي الاهلي والله. بص اهو، شوف انت، بص شوف يا ابني علم النادي الاهلي يا ابني. فاهم انت قصدي؟ بص شوف علم النادي الاهلي. بس لسه بظبط حاجات، ولسه وتحت في المخزن عامل انا بحب النادي ده، انا بحب النادي الاهلي. انا من سن 4 سنين وابويا بيفرجنا على النادي الاهلي، يمكن من سن 3 سنين والله العظيم.
فاهم انت؟ افتكر اللعيبه، افتكر يا ابني النادي الاهلي ده حبيبي، انا بحب النادي الاهلي. وبابا بقول له ابويا، بقول له شكرا انت طلعتني اهلاوي ما طلعتنيش زملكاوي. انا بقول له شكرا شكرا بصراحه. فالنادي الاهلي احنا بنحبه، بنخاف عليه وبنقلق عليه، احنا بنحبه. فاهم انت؟ ساعات واحد يقول لي انت ريال النهارده، ريال مدريد النهارده اتغلب، عادي، ما مش فارق، اصلا مش اسباني يعني، ما يتغلب ولا ما يتغلب، ممكن اتضايق شويه بس مش لازم يعني. ممكن افوت في مباريات لريال مدريد، في لعيبه مش عارفها في ريال مدريد، انا اعرف الناس المتالقه قوي يعني. فاهم انت قصدي؟ يعني مش اللي انا زي النادي الاهلي، لكن انا النادي الاهلي ده حق، ده النادي الاهلي يالا. النادي الاهلي، النادي الاهلي يا جدع، النادي الاهلي. شايفنا حاطط ريال مدريد وانا ابناء اسبانيا يا ابني، مش كده يعني. لكن انا بحب النادي الاهلي، فاحنا خايفين على النادي الاهلي وعايزين النادي الاهلي ياخد ويرجع لمجده والحاجات دي كلها. لكن بالوضع دوت انت ولا تاخد دوري ابطال افريقيا، احنا بنحب النادي. فانت ما تستغربش لما تقول لي انت بتعيط ليه وانت بتتنرفز ليه، انا كده ما انت اقعد معايا كده في البيت وربك. انا اخويا علي واخويا اسلام واختي اساسا ما لهمش علاقه بالكوره اساسا، ماشي. وفي سواء في البيت القديم الشرباصي انا كنت عامل قلق فيه، روح يا عم اسال. وهنا برضو عامل مشاكل في الموضوع الصوت وانا بزعق. هو كده، سواء بطلع بث مباشر ما كنتش بطلع بث مباشر، انا كده، انا طبعي كده. انا بحب النادي الاهلي، انا بموت في النادي الاهلي. امي بتخاف عليا هيجي لك سكته قلبيه، وعزه وجلاله الله ورب الكعب انا ولا كنت طالع بث مباشر ولا اي حاجه بالمنكش ده. كان في مباراه النادي الاهلي كان مغلوب فيها وبعدين رجع كسب، ماشي. فانا من الفرحه يا جدع، من الفرحه يا جدع قمت اتنططت في الصلاه، وانا كنت طالع باشا في الصلاه، كنت في فرصه الصلاه وامي كانت قاعده، ورب الكعبه وعزه وجلاله الله رجلي يعني فاهم انت شدت. فانا صرخت صرخه ومن الفرحه كملت، فاهم انت؟ وقعدت اعرج وامي بتبص لي ايه في ايه فاهم انت؟ وبعد كده لما هدينا بقى ببص على رجلي، طبعا الالم كان جامد وكانت رجلها لقيتها كلها ايه عباره عن كان عارف انت الدم المحبوس، كانها لونها سودة او غامقه وبتاع. ف كانت هنا اهو عند السمانه كده اهو، حطينا مراهم ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. بتقول لي يخرب بيت الاهلي على اللي هيضيع لك الاهلي. وقعدت توجع لي فتره وكنت مش عارف امشي برجليا، كنت بصلي وانا قاعد. ركبتي الشمال ورب الكعبه يا ابني في اي مباراه افكرك ورب الكعبه مباراه الاهلي وكان الرجاء يوم ما كسبنا بضربات الجزاء، يوم جون طاهر محمد طاهر، انا كنت في الاوضه وابقى بتفرج على الاوضه بس كنت قاعد مكان هنا اهو، كنت قاعد هنا اهو. فاهم انت قصدي؟ فاهم انت في الحته دي اهي، فاهم انت اللي هي مكان اليافطه دي. ورحت لما طاهر محمد طاهر جاب الجون قمت اتنططت، ولما كسبنا بضربات الجزاء قمت اتنططت وعملت دوشه. وكان معايا ولاد خالي، ولاد خالي كلهم زملكاويه اتخضوا مني. انا مفصلي الشمال ده طقطق من كتر الفرحه لحد دلوقتي، وعزه وجلاله الله بحط له مراهم ولسه بروح لدكاتره وفي مشكله فيه من فاهم انت، وبيوجعني وبيجي على الشتاء لو الدنيا برد بيجي لي الم فظيع. انا كده فاهم انت قصدي؟ ماتش الترجي لما كسبناه كنت بتفرج عليه على القهوه، الناس كده هتبقى كنت بتفرج عليه في القهوه في الشارع الحربي، الناس هتتجنن مني. وماتش يا ابني الترجي لما كسبناه جون رامي ربيعه، فاهم انت قصدي؟ لما كسبنا الوداد جون مع محمد مع عبد المنعم، لما تعادلنا لما رفعت علي معلول، لما كنا كسبانين 1-0 علي معلول كسبناه، وسطلانا لما القضيه ممكن كنت بتفرج عليه وانا بشتغل ماشي، وعلى قصاله بره على يا ابني بص انا يا ابني بهبل الدنيا. الاهلي يا ابني، الاهلي يا ابني، الاهلي. فما تستغربش انا كده يا عم، انا بحب النادي. انا عندي 40 سنه بعدي على اصحابي، في ناس ما عادش بتتفرج على النادي الاهلي، في ناس كانت زيي ما عادش بتتفرج بقى، اتجوزوا عندهم عيال، انا لسه ما اتجوزتش، ما اعرفش بقى لما اتجوز ايه اللي هيحصل، ما اعرفش الظروف ايه. لكن انا ما اتجوزتش، انا عندي 40 سنه، ما تقولش ازاي، ما توجعليش دماغي زي امي، ما توجعليش دماغي زي امي، مش عايز انا بقى لسه بتجوز، لسه ربنا ما ارادش، لما مش ناقص تنمر. انا مش كل واحد يقابلني يقول لي انت لسه ما اتجوزتش ليه؟ ده انا عندي واحد عنده 17 لسه ربنا ما ارادش يا جدع. بلاش تنمر بقى، انت مالك انت يا عم، هو ربنا لسه ما اراد، كل بقابل واحد لسه ما اتجوزش يا عم، انا عندي لسه ما اتجوزتش، لسه ربنا ما ارادش. لسه بقابل واحد تاني وواحد بداية قد كده هو الدنيا تخصص قاعد يتكلم معايا ساعتين يا جدع، ساعتين بدأ معلق عشاء بينا ورانا عطاره، قاعد يتكلم ساعتين يقول مين اللي عامل المطبخ ده؟ مفيش شباك، اخوكم بياكلوا، انا اتخنقت يا جماعه، اتخنقت ايه يا عم؟ ساعتين يا جدع بتتكلم معايا تقنعني بعروسه وقاعد تقنعني ومش هتعرف تعمل حاجه مع مراتك، انت مالك انت يا جدع؟ مش عايز
سلبيه ايه يا عم؟ انت مالك انت؟ انا لسه ما اتجوزتش يا عم. سيبني يا عم في حالي يا عم، والاهلي بيجي يحكم علينا ارحمنا يا رب. مخنوق يا جدع، مخنوق والله. بس نكتفي بهذا القدر، احنا بقالنا نص ساعه وقعدت اتكلم معاك كتير. استغفر الله العظيم يا رب. يلا هارد لك للنادي الاهلي، بس غيروا المدرب وهاتوا حسام البدري. سلام يا جماعه، سلام. مش متضايق يا جماعه.